جبت حاجة مهمة جدا جدا ومش عارفة ازاي انا ما جبتهاش لحد دلوقتي، مع ان سعرها يعتبر مش غالي خالص. وبيتهيألي كمان ان انتوا كلكم هتكونوا محتاجينها بلا استثناء، لان هي هتحل لنا ازمة قوية جدا موجودة عندنا كلنا، مفيش حد ما عندهوش الازمة دي. تعالوا اوريكم كده جبت ايه. جبت ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كابل. الكابل ده بيتحط في الباور بانك، وبعد كده بيتحط في الراوتر بتاع النت وقت ما النور بيكون قاطع، فيشغل لنا النت عادي جدا. تعالوا اوريكم كده شكله من جوه عامل ازاي، واوريكم بيشتغل ازاي، لان واضح كده ان موضوع قطع النور ده لسه عايش معانا شويه حلوين كده. فاحنا بنحاول ان احنا نتأقلم، والنور بيبقى قاطع لمدة ساعتين، فكل حاجة بتبقى متعطلة تقريبا. شغل البيت بيبقى متعطل، التلفزيون بيبقى مش شغال، الاسانسيرات مش شغالة، كل حاجة مش شغالة، والنت كمان طبعا مش شغال. فكويس جدا ان هم اخترعوا لنا الكابل ده، علشان على الاقل نشغل النت، نلاقي حاجه نعملها في الساعتين اللي النور قطع فيهم دول، علشان خاطر الوقت بيبقى ضايع هدر كده لحد ما ربنا يفرجها بقى من عنده. بصوا كده اهو، ده بيبقى عباره عن طرفين كده، وبيبقى عندنا اي باور بانك طبعا بيكون مشحون، وبعد كده بنوصله هنا كده، وبعد كده بنجيب الراوتر، وبنشيل الطرف اللي هو بتاع الكهرباء ده، لان هو كده كده بيبقى فاصل، وبعد كده بنحط بقى الطرف ده. فكده الراوتر طبعا بيشتغل معانا والنت بيبقى شغال. الواحد لازم يحل يعني حتى ولو مشكلة واحدة عنده، لان يعني احنا خلاص قدام امر واقع. فبما ان في حل للمشكلة وسعرها مش غالي، فليه ما نحلهاش؟ هو بكده خلاص الراوتر اشتغل، والواحد بقى يعتبر الساعتين اللي النور بيقطع فيهم دول ياخدهم بريك كده لنفسه، يعمل حاجة يشربها ويوصل النت، ويقعد على النت كده براحته في الساعتين دول لحد ما النور يجي، وبعد كده بقى يبتدي يشوف اللي وراه.